أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإذا شئت جعلت الصعب سهلا، فنبدأ بالله تعالى التوفيق. النهاردة يا أولاد هنشرح مقرر النحو من فروع اللغة العربية، وأول ما هنبدأ إن شاء الله مع الترم الثاني في النحو المشتقات. طبعا كلمة المشتقات لها تعريف يا أولاد. تعريف المشتقات: الاسم المشتق هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل ليدل على من وقع منه الفعل أو من وقع عليه الفعل وقت حدوث الفعل أو زمان حدوثه أو آلة حدوثه. يعني أنا بقول إيه مثلا قبل ما أعرف المشتقات هي إيه؟ أنا هجيب من إيه؟ من الفعل إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو اسم تفضيل أو اسم زمان ومكان أو اسم آلة. هبدأ إن شاء الله تعالى في المشتقات بداية مع اسم الفاعل. اسم الفاعل، قبل ما أعرف اسم الفاعل هو إيه لازم أعرف بيجي منين الأول. اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي ويصاغ من الفعل غير الثلاثي. طبعا بنقول الأول الفعل الثلاثي يا أولاد عشان أقدر أعرف إيه هو اسم الفاعل. بقول الأول لا يوجد فعل في اللغة العربية تقل أحرفه عن 3، ولا يوجد فعل في اللغة العربية تزيد أحرفه على 6. هبدأ باسم الفاعل يا أولاد. همثل الأول مثال، ولازم يبقى معاك ورقة وقلم معايا. ببدأ باسم الفاعل وبقول هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على من وقع منه الفعل أو قام به. أنا هجيب مثلا هقول الأول كتب. اكتب أنت معايا. أقول الفعل كتب، أنا عايز أجيب منه اسم فاعل. يبقى علشان أجيب من الفعل الثلاثي كتب اسم فاعل، هجيب منه أشتق منه اسم على وزن فاعل. فهقول كتب، أجيب بقى اسم الفاعل من كتب أقول كاتب. ضرب أقول ضارب، وده فعل ثلاثي صحيح. معايا أمثلة على السبورة. بيقول يا أولاد مثال: محمد فاهم الدرس. فكلمة محمد هنا بداية اسم، بدأت أول الجملة. لو أنا هعرب الجملة كلها محمد بدأ اسم، فأقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. محمد ماله، يبقى إذن الخبر اللي أنا هقول عليه ماله هقول عليه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الدرس محمد فيهم ايه؟ الدرس هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى جملة اسمية اكتملت أركانها: فعل فاعل مفعول. هاجي بقى لكلمة فاهم. احنا قلنا اسم الفاعل بيجي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، فهلاقي كلمة فاهم على وزن فاعل، يبقى ده اسم فاعل من الفعل فاهما. نخش بقى كيفية صياغة اسم الفاعل يا أولاد. يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي زي ما قلنا على وزن فاعل. أنا هجيب أمثلة من عندي. هقول مثلا إيه؟ ناجح، يبقى الفعل بتاعه نجح. خلي بالك معايا إن اسم الفاعل يأتي معرفة ويأتي نكرة ويأتي مفرد ويأتي مثنى ويأتي جمع مذكر أو جمع مؤنث. يبقى إذن دلوقتي بنقول يا أولاد عندي على السبورة أمثلة يصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل من الفعل الثلاثي الصحيح. غفر أو الغافر. طبعا عندي كلمة طالب، طلب أو الطالب. كذلك برضو بقول إيه؟ قابلت الناجحتين بالأمس. أنا قلت إن اسم الفاعل يؤنث ويذكر ويفرد ويجمع وهكذا. طيب يا أولاد الناجحتين مفردها إيه؟ الناجحة. هشيل الألف واللام وتاء التأنيث يبقى إيه؟ ناجح، يبقى على وزن فاعل. فعله إيه؟ نجح. طبعا يا أولاد أنا بقول عندي الكلمات غافر، طالب، ناجحتين. كل ده يا أولاد بنقول إيه؟ من الفعل غفر وطلب ونجح. كلها أسماء من أفعال صحيحة. الملحوظة الهامة اللي أنا عايز أقول عليها بقى يا أولاد، لو كان اسم الفاعل من فعل معتل. معتل يعني ايه؟ يعني فيه احد احرف 3. حروف العله هي الالف، الواو، الياء. انا عندي الفعل المعتل قال، اقول عليه يا اولاد معتل وسط، معتل اجوف. قال. انا دلوقتي عندي قال،
إذا كان الفعل الثلاثي معتل الوسط أجوف يعني مثل قال وباع، يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل أيضا. إيه اللي حصل؟ قلبت الألف همزة، فيصير الفعل بقى إيه؟ قال، أجيب منه اسم الفاعل، أحول الألف إلى همزة على نبرة فأقول قائل. وباع بائع، صام أقول صائم، نام أقول نائم. جميل. طيب وإذا كان اسم الفاعل يا أولاد الموجود معايا آخره حرف علة، يعني إيه نوع حرف العلة فيه؟ يعني معتل ناقص، أي آخره حرف علة. إذا كان الفعل المعتل الثلاثي آخره حرف علة مثل دعا وسعى وقضى ونمى وهجى إلى غير ذلك، فأنا عايز دلوقتي أجيب من الفعل الثلاثي دعا اسم فاعل. هحول يا أولاد إيه؟ هصيغ اسم الفاعل منه على وزن فاعل، فهقلب حرف العلة ياء أصلية في اسم الفاعل فيصير الداعي. دعا أقول داعي، سعى ساعي، قضى قاضي، نمى نامي، هجى هاجي إلى غير ذلك. تحول الألف اللينة اللي احنا بنقول عليها يا أولاد تكتب ياء وترسم، تنطق ألف وترسم ياء. جميل. وتثبت هذه الياء في حالة النصب يا أولاد. رأيت ساعيا، رأيت ساعيا هي أصلها ساعي، يبقى ساعي هنا فاعل، ساعيا ساعيا مفعول به. طيب إذن دلوقتي بنقول يا أولاد ساعيا اسم فاعل برضو من اسم الفاعل إيه؟ من اسم الفاعل إيه؟ ساعي. طيب جميل. من الفعل بتاعه إيه؟ ساعي، ساعة اللي هو إيه؟ آخره ألف لينة تنطق ألف وترسم ياء. وإذا كان الاسم معرفا بال الداعي إلى الخير كفاعله، الداعي. إذا كان الاسم معرف بالألف واللام، النكرة بتاعه إيه؟ داعي. الاسم المعرفة أقول الداعي إلى الخير كفاعله، تحذف في حالتي الرفع. هذا قاض بالحق. قاض يا مستر، ما أنت بتقول إني هجيب اسم الفاعل من الفعل قضى. أنا هنا عندي بقول اسم الفاعل من قضى قاض نكرة اهو. إيه العوض عنه؟ التنوين. عوض فاعل، عوض عن اللام. قام التنوين بالعوض عن الايه يا اولاد؟ اللام في فعل، فاقول قضى قاض، دعا داع، هجى هاج، نمى نام إلى غير ذلك. والجر يا اولاد أيضا مررت بداعي السلام، بداع للسلام، مررت بداع للسلام. مررت فعل وفاعل، بنقول يا اولاد مررت فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. بداع الباء حرف جر، وداع اسم مجرور. يا ترى انا فين اسم الفاعل هنا؟ داع. فين الياء يا اولاد؟ بنقول عوض عنها بالتنوين. للسلام جر ومجرور، اللام حرف جر والسلام اسم مجرور باللام وعلامة الجر الكسرة. في حالة الايه يا اولاد؟ في حالة الحذف يصير الوزن فاعل. ما احنا قلنا يعوض التنوين عن الايه؟ عن الياء اللي هي اللام في الوزن. إذا كان الفعل الثلاثي مبدوء بهمزة، أكل، أخذ، أمر، يصاغ منه اسم الفاعل ازاي بقى يا أولاد؟ أقول يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل أيضا مع جعل الهمزة إيه؟ ممدودة. يعني المد أصله همزة مع ألف، همزة مع ألف. فبدل من أنا بقول دلوقتي إيه؟ أكل، همزة اهي، همزة كاف لام. أجيب اسم الفاعل من الفعل المهموز بإيه؟ بألف ممدودة. أقول آكل، آخذ، آمر، على إيه؟ على سبيل إن إيه؟ الهمزة والألف فاء وإيه؟ واللي هي كل تعتبر أو خذ أو مر، كل ده يا أولاد بيعتبر إيه؟ عل إلى آخره. طب أنا دلوقتي عرفت إيه؟ إني لو كان الفعل الثلاثي المهموز يأتي اسم الفاعل منه بالمد على الألف بدل الهمزة، فأقول أخذ آخذ، أكل آكل، أمر آمر. يصاغ من غير الثلاثي اللي أنا اتكلمت عنه ده يا أولاد كله كان من اسم الفاعل الثلاثي الصحيح والمعتل. طب في ملحوظة، واحد بيقول لي دلوقتي إيه يا مستر؟ إحنا عندنا إن الفعل المعتل ممكن يجي أوله حرف علة، هل تغير في اسم الفاعل شيء أو لا يغير؟ وصل أقول واصل، وجد واجد إلى غير ذلك.
طبعا به بقى يا أولاد في اسم الفاعل أو كيفية صياغة اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي. يصاغ اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي من مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. جميل. أنا دلوقتي يا مصر عايز أفهم، أنا عندي الفعل مثلا إيه؟ أضل. الفعل أضل أنا هجيب من عندي، ما أنا قلت لك أنت بيبقى معايا، قلت لك بيبقى معايا ورقة وقلم، الزيادة اللي أنا بقولها بتكتبها علشان نقدر نوضح الأمور مع بعضينا أحسن. أنا عندي دلوقتي بقول اسم الفاعل من غير الثلاثي. يا ترى بقى أنا عرفت الفعل الثلاثي، اسم الفاعل من غير الثلاثي يشمل الأفعال إيه؟ الرباعي، الفعل الرباعي والفعل الخماسي والفعل السداسي. هل لكل منهم جديد؟ لا طبعا. احنا بنقول يا جماعة يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي، أي من الفعل الرباعي أو الخماسي أو السداسي. يصاغ اسم الفاعل من مضارعه. أنا عندي قلت إيه؟ الفعل مثلا إيه؟ أكرم، رباعي. أجيب اسم الفاعل منه إيه؟ أجيب المضارع الأول من أكرم، يكرم. هبدل حرف المضارعة اللي هي الياء ميم مضمومة وأكثر ما قبل الآخر اللي هي الكاف أو الره أو يكرم. أجهز، يجهز. طب دلوقتي أنا قلت الفعل الأول أضل، ما هو ده فعل إيه يا أولاد؟ عد على إيدك كده أضل. أنا شايف حد بيقول لي دلوقتي أضل 3، قلت له لأ، الهمزة والضاد واللام لأن عندي حرف مضاعف أفكه بحرفين. يبقى إذن أضل 4 حروف يا أولاد، يبقى ده فعل رباعي. أقول منه اسم الفاعل أضل، يضل. أبدل حرف المضارعة اللي هي الياء ميم مضمومة وأكثر ما قبل الآخر أقول مضل. جميل. انطلق، ينطلق، منطلق. وجه، يوجه، موجه. يبقى إذن دلوقتي عرفت إن أنا أجيب اسم الفاعل أو أصوغ اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي من مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. عندي بيقول لي إيه كمان؟ انطلق، أقول ينطلق، منطلق. استخرج، يستخرج، مستخرج. استقر، يستقر، مستقر. استطاع، هقول إيه بقى؟ يستطيع، مستطيع. تهامس، يتهامس، متهامس. عايز ايه؟ احنا قلنا يا اولاد ان اسم الفاعل من الفعل الثلاثي صحيح او معتل بيجي منه على وزن فعل من الفعل الثلاثي. اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي يصاغ من مضارعه. احنا قلنا طبعا سواء كان الفعل رباعي او خماسي او سداسي يصاغ منه اسم الفاعل على يا أولاد من مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. طبعا بنقول يا أولاد كسر ما قبل الآخر لازم. ليه؟ لأن هيجيني حاجة اسمها اسم المفعول. اسم المفعول يا أولاد هيكون ليه دور تاني خالص، هيبقى برضو كيفية الصياغة وكيفية الوزن هيبقى لنا كلام تاني معاه. احنا طبعا جايبين يا أولاد تدريبات، عايزك انت بقى بشطارتك تجيب لي اللي انت فهمته من هذه القطعة. قال معاوية بن أبي سفيان. طبعا احنا بنقول كلمة معاوية، وعندي بيقول ايه؟ كان عالما. وطبعا عندي اللي تحته خط بيقول ايه؟ سهل الحجاب. بعد كده طبعا احنا بنقول يا اولاد اعرف ما تحته خط. احنا بدينا بالإعراب. احنا قلنا الجملة الفعلية بتتكون من فعل زائد فاعل، واحيانا فعل زائد فاعل زائد مفعول. طبعا بنقول يا اولاد هنا بيقول قال معاوية، انا هسيبك انت بقى ايه تعرف معاوية. بنقول كمان كان عالما، مين اللي كان واصبح ايه؟ عالما. فطبعا ايه الاعراب ما تحته خط. وكيف تكشف في معجمك عن كلمة الحجاب؟ انا هقول لك علشان خاطر لما نجي اسألك مرة تانية عن كيف تكشف في معجمك عن كلمة الحجاب، هجيب الاول يا اولاد كلمة الحجاب اسم معرف، اجيب منه الفعل بتاعه ايه؟ الثلاثي حجب. يبقى اكشف في ايه؟ في باب اول حرف فصل الثاني مع الثالث، يبقى اكشف في حجب، باب الحاء فصل الجيم مع الباء. هتستخرج اسم الفاعل وتذكر فعله من الجمل الآتية. طبعا معاك الأمثلة، وإن شاء الله أشوف التدريبات دي وإنت مجاوب عنها إجابة نموذجية بإذن الله تعالى.